هنعمل ايه يا باشا؟ هنعمل درافت لاحسن فرقه بريمير ليج ضد بعض. كل واحد فينا هيبني فرقه، واللاعب اللي اي حد فينا يختاره التاني ما ينفعش يختاره. ماشي. مين يبدا؟ ممكن نعمل توس. يلا بينا. جاهز؟ جاهز. ملك. انت مالك ملك. كتاب مراد يبدا. ماشي دي ادفانتج كبيره موت دي على فكره. دي اهم حاجه. حارس مرمى مش لازم انت الترتيب اللي انت عايزه. انا هبدا بالحارس تيبو كورتوا. تيبو كورتوا. بس انت مجنون ان انت ابتديت بحارس بصراحه. ليه؟ عشان انت سبت لي احسن لاعب في تاريخ البريمير ليج اختاره. مش عادي يا بابا. تييري اونري عندي جناح شمال على طول. انت بتعمل كده؟ ماشي حبيبي شكرا والله، ده انت مدلعني. لو بتخطف يعني من قدام. طبعا اقدر انت هتسيب لي لعيبه اختارها على طول. انت الترتيب اللي انت عايزه. ما تكونش بتخطف كده. طيب انا هاخد سي دي ام نقوله كانتي. ثانك يو. اختيار حلو قوي ده، اختيار حلو قوي. ممكن يكون احسن سي دي ام في تاريخ الدوري الانجليزي. ممكن انا شكرا انك سبت لي على الجناح اليمين اختار كريستيانو رونالدو. عشان اخد فخر العرب مش قصه يعني. احسن لاعب في الدوري الانجليزي في التاريخ. ارقام وكل حاجه. ماشي اتفضل يا باشا. مو صلاح هتاخد مو صلاح التالت. طيب انا هاخد لاعب كده في السنتر ميد عندي، لاعب مش بطال كده بلجيكي، كان اسمه ايه؟ لا يا كيفن دي بروين. انت ما بتحبوش اصلا. انت سايبهولي ليه؟ مزاج عشان قلت مش هتختاره. لا طبعا هاخد دي بروين، طبعا احسن باسر في تاريخ الدوري الانجليزي. احنا معانا كانتي في النص المسمار. انا كان نفسي اخد كانتي في الفرقه دي والله العظيم. ده الوحيد اللي هيضايقني في الفرقه دي كلها. هم واخدين جنبه فرانك لامبارد. I'm very thankful to the opportunity. بص انا هعمل حركه كده عشان اضمن، عشان باك شمال مفيش كتير كويسين، فانا هخطف اشلي كول من دلوقتي كده على طول. نخطف منك مين؟ ناخد مهاجم يا عم. يلا هاري كين. مهاجم تقيل، ريكوردز هداف. انا والله لازم كنت بفكر فيه. ناقصه بس كان ناقصه بطوله يعني بس. بصراحه هاري كين في اخر 5-6 سنين كان كونسيستنت مش طبيعي. يعني. اقول لك حاجه، انت خد هاري كين ما عنديش مانع. عارف انا هاخد مين راس حربه؟ ايوه لويزيتو العضاد. حلوه. سواريز. كده حلوه منك دي. برايم يعني هنهزر ولا ايه؟ مش في دماغي الصراحه. بس كين كان اقوى يعني في الدوري الانجليزي. كين كان اقوى بس سواريز الموسم البيك بتاعه. لا سواريز كان اعلى. محدش يقدر يقرب منه. امكانيات. انا بعشق سواريز اصلا. انا ممكن نرزل بقى في خط الدفاع شويه. رزل. نشوف كده انت تختار مين. انا في اسم واحد مش عايزك تاخده في الدفاع. انا مش فارق لي كل في واحد كنت بحبه عشان كان في فتره كنت بشجع يونايتد، فانا هختار فيديتش. الوحيد كنت مش فارق معايا تاخد جون تيري فرد اي حد. في كتير، في اسامي كتير الصراحه، بس ده اول واحد جه. انا كنت بشجع يعني يونايتد في 2008 انا متضايق قوي. انا بجد متضايق قوي. هاخد انا سنتر باك بداله عادي. فينسنت كومباني. حلو. اسطوره كده طبعا. انا فاضل لي واحد في النص بس انا محتار روني او جيرارد. في سكولز برضو. انا اختار روني الصراحه، برضو كنت بشجع يونايتد انا كنت عايز اختار روني ككام عندي. هاخد بول سكولز. خد جيرارد. لا انا عايز بول سكولز. انا سكولز اجمد طبعا. سكولز كان خطير. اقسم بالله مشجعين ليفربول هيولعوا نار دلوقتي. جيرارد احسن خط نص في التاريخ، ازاي ما تاخدوش؟ عادي يا جماعه، نو اوفنس يعني. نو اوفنس بس يعني مش عايز حد فريق يتزحلق يعني. نو اوفنس يا جماعه خلاص. ممكن اخد رايت باك بقى. ناخد ده ولا ده؟ انت بتحب مين اكتر، احمر ولا ازرق؟ انا بحب الازرق اكتر بصراحه. اكدبش عليك. طبعا هاخد الازرق. بس انا بشجع السيتي اكتر الصراحه. ماشي خد انت كايل ووكر. ماشي انا اختياري الجاي طياره يا باشا. انا عندي مشكله بقى ان انا في 2 لعيبه مش عارف اقرر بينهم. بفكر اخد باتريك فييرا وهو اكتر خط نص بحبه في التاريخ في الدوري الانجليزي. حلو. بس في إريك كانتونا. هو في واحد برضه احنا غفلنا عنه، يا توري. كل احترامي لمشجعين السيتي بس يا توري ما هواش كانتونا ولا فييرا. وانا هختار مضايقاني قوي بس سوبوزلاي. اختار إريك كانتونا عشان إريك كانتونا ممكن يغير فرقه كامله. لو بقيه اللعيبه كلهم بيلعبوا وحش إريك كانتونا بيلعب حلو هنكسب. خلاص انا هاخد ليفت وينج هازارد. ايدن هازارد. دور السنتر باك مين اللي هيلعب جنب كومباني بقى؟ في جون تيري، في ريو فيرديناند، توني ادمز. انا هختار سول كامبل. اتفضل يا باشا. سنتر باكات يا باشا. انت معاك فيديتش، انت ممكن تاخد الثنائي بتاعه ويعملوا الدويتو نفسه. فيرديناند كاتبه. انا بقى محتار والله، عشان كده بقول لك في اسامي يعني فان دايك ولا فيرديناند. تياجو سيلفا برضو عامه. تياجو سيلفا اسطوره. كده تياجو سيلفا من احسن مدافعين في التاريخ. ده هو عنده مش عارف 37 سنه جايب لهم تشامبيونز ليج يعني. فيديتش برضو كان قوي، مش محتاج فيرجيل جنبه. احسن مدافع في التاريخ يعني بصراحه. ماشي هختار جون تيري. طب انا باقي لي رايت باك وحارس. انا هختار حارس مرمى
انت سبت لي بيتر تشيك، بس انا فاندر سار وفي فاندر سار. انا هختار احسن حارس في تاريخ بريمير ليج، بيتر شمايكل. ايه المزاوله دي؟ انا قلت هتقول تشيك. اصلا كنت انا كان نفسي انت تختار تشيك عشان انا ارتاح واخد بيتر شمايكل من غير ما عافر، بس سبتهولي فقعدت افكر فيه. اول واحد جه في دماغي كورتوا عشان لحق تشيلسي فقلت هاخده. كورتوا بقى له 5 سنين مع ريال كورتوا مدريد يعني برضو مؤخرا من احسن حراس مرمى في التاريخ. طبعا. لا. انا هاخد الليفت باك. في بص في 2 في الليفت باك جامدين. في واحد انت ممكن ناسيه، ايفرا. في روبرتسون بحبه الصراحه. في اختيار تاني محدش بيفكر فيه في الليفت باك بصراحه، وانا بالنسبه لي كان ممكن اختاره لو اشي كول كان اتاخد. مين بقى؟ لا هقول لك بعد ما اختار طبعا. مش عايز تتكلم ليه يا ولد؟ مش عايز تتكلم ليه؟ فكرني يعني. لا انا جاي اكسب النهارده. انا اخد بالمحبه يعني روبرتسون الصراحه. عارف مين انت كنت ناسيه؟ جارث بيل. كنت اصلا اختاره في الكام، ولا ده كان اساسه اصلا زمان؟ هو قعد 3 مواسم باك شمال، بعديه قعد موسمين كام، وبعديه راح ريال مدريد. انا اخر مكان عندي رايت باك، هختار صراحه جاري نيفل. دفاعيا محتاج ناس تدافع احسن من ترنت شويه. رايك مين يكسب بقى في الفرقتين دول؟ والله الفرقتين يعني الصراحه موت. بس في فرقه فيها اونري ورونالدو وكيفن دي بروين. ماشي يا باشا، معايا صلاح وكين وهازارد. لا يا جماعه قولوا لنا يا جماعه. هداف التاريخي للدوري الانجليزي صلاح، ان هو كسر ارقام طب ارقام كتير. وبالنسبه يا سلام طبعا. وبالنسبه للشباب اللي عندي دول مش كاسرين ارقام. كانوا كاسرين، هو عداهم. كانوا كاسرين. بعدين انا معايا كين هداف برضو. بص انا هقول لك انت اللي معاك اللي هيفرق في الفرقه معاك كانتي. هو كانتي وروني ولامبارد يا باشا، عايز ايه تاني؟ يا باشا رونالدو سواريز اونري وراهم كانتونا وكيفن دي بروين وسكولز. ايوه حلوه طبعا، ما فيها تبقى فيها تكافؤ. بقول لك الليفت وينج عندك خطير كده هنري وكريستيانو برضو الصراحه كان في التوب بتاعه. دول احسن 2 لعيبه في تاريخ الدوري الانجليزي. وسواريز انا بعشقه برضو كده. بس حاسس فرقتي بالانسد اكتر كده. بالانسد يا جماعه. احساس. قولوا لنا انتوا يا جماعه مين كسب. خلي الكومنتس هي اللي تقرر مين اللي كسب الدرافت دي. احنا هنعمل درافتات تانية، درافتات دوريات، درافتات فرق، ونشوفكم في الدرافت الجاي ان شاء الله.